ليش سياسة؟ حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج ليش سياسة مع رائدة. أكيد بكل حلقة يكون معنا ضيف مميز بمختلف المجالات. اليوم ضيفنا قادم من أروقة المؤسسات التربوية، وأكيد يعمل مدير عام للإشراف التربوي بوزارة التربية. رحبوا معي بضيفي لهذا اليوم بالأستاذ ستار عبد عليوي محمود. حياك الله. أهلا وسهلا. في بداية أي كلام لابد أن نبدي بتحية الإسلام ونقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام منا والتحية الأكثر. شكرا لكم لأن نكون معكم في هذا اللقاء. نورتنا، وأكيد راح يكون حوار ممتع وشيق وأنغوص بكثير من التفاصيل. إن شاء الله. خلينا نكون ونسأل بسؤال أول: ما الذي يدفع برجل معروف بالوسط التربوي، شنو اللي خلاه يدخل عالم السياسة؟ حقيقة هي حياتنا أصبحت سياسة في كل الأوقات يعني. نعم. وبحكم عملي التربوي بدأته منذ الصغر. أنا معلم مهم. وقبل كنت طالب. حلو. وتدرجت إلى أن وصلت إلى هذا المستوى من مدير عام إشراف وزارة التربية. بالتأكيد جعلتنا ندخل السياسة في كل أماكن عملنا، في البيت، في الشارع، نتكلم عن السياسة، ومن ضمن هذه السياسة المجال التربوي. جميل. إنه هل الحكومة تعطي درجات؟ هل الحكومة تعطي دور آخر؟ هذا تعتبر نوع من السياسة. في السابق ما كان هذا موجود يعني. طيب. الكل تبدأ دوام الفعل المدارس وتنتهي في نهاية العام الدراسي في بتسلسلها هي اللي هي الفصلية ونصف السنة والفصل الثاني وآخر السنة. لكن بدينا ننتظر هناك دور ثالث. مهم. هذا بالبيت. نعم. هناك تحسين معدل. هل الدرسين يبقى درسين مكمل لو راح يسوي 3 مواد؟ حلو. هذا دخلنا بالسياسة. مم. ننتظر من هاي الخبر من الحكومة. نعم. إذن دخلنا بالسياسة، صار عندنا فضول نتعمق بها أكثر. جميل. في مجالات أخرى ليس فقط في التربية. حياتنا أصبحت يعني على سبيل المثال الوضع الاقتصادي. مم. اليوم السوق كان صاعد، توتر، السعر صاعد. اليوم صار استقرار. دخلت السياسة في عمل كثير من حياتنا اليومية. طيب، خلي أسألك سؤال. يمكن هذا السؤال حال لسان المواطن العراقي. شنو رأيك بتعليم بالوقت الحالي والتربية؟ سيدتي العزيزة، التعليم تعليم في كل مراحلها وفي كل أوقاتها وفي أزمنتها كافٍ. نعم. في السابق كان لك زمن بتعليم، والآن في تعليم، لكن يختلف من حيث المناهج، التطور، الطالب نفسه أو التلميذ مدى انضباطه، تعاون ولي الأمر مع إدارة المدرسة. هذا كله يعني نوع ما أنه أكيد بفوارق. نعم. البنى التحتية اللي هي مهمة جدا. هذا شيء مو سهل يعني ياخذ له بحور من الكلام. صح. طيب، لو ردنا نحكي عن موضوع مشوارك التربوي، وأيضا اكو صعوبات حقيقية ممكن حضرتك أنت شهدتها. لو ردنا نحكي عن العوائق اللي موجودة حاليا في وزارة التربية، شنو هي وشنو أبرزها؟ هو بالتأكيد السم البارزة بالعوائق هو التخصيص المالي لوزارة التربية. الوزارة الوحيدة تكون بها تخصيص مالي من موازنة للحكومة العراقية. أقل موازنة هي في لوزارة التربية حتى تسهم بعمل يكون أكثر إنتاجية، ببنى تحتية، هذا المناهج اللي موجودة عندنا. هاي المناهج احنا عندنا نشهد التطور التكنولوجيا صح. لكن هل هي متوفرة؟ لا، بقليل. هذا ما يسمى بالتطور. التطور يكون متكامل. من أي ناحية؟ خلينا نحكي بصراحة أكثر. من يكون هناك طالب جيد أو طالب موجود عن رحلة، والرحلة هي يكون رحلة مريحة وليس رحلة فيها 3 طلاب، إضافة إلى أستاذ داخل دورات على هذه التكنولوجيا. نعم. إضافة إلى صف يكون مهيئ بالكامل من أجهزة كهربائية أو تبريد أو تدفئة. أكيد راح نأخذ الشيء اللي نريده من هذا التطور. لكن إذا هذا التطور موجود ولا يوجد أيضا بكثير من مدارسنا، هذا
وسائل الراحة أو وسائل التكنولوجيا الحقيقية نعم. ما راح نوصل. طيب أنت بفترة ما كنت مدير لمدارس في بغداد بمنطقة الدورة بالتحديد. نعم. كم سنة؟ 18 سنة مدير مدرسة. 18 سنة. 3 أجيال مخرج. ما شاء الله. وخرجت قادة. حلو. يعني قادة حقيقيين، ولا زالوا هؤلاء يزاورون في البيت مع اللي تزوج اللي اسمه يجي ويجيب عائلته يقولون هذا 18 سنة مو قليلة بصراحة. كونك أنت مدير لمدرسة واحدة مدرسة ولا واحدة. عدة مدارس؟ لا مدرسة. أنا مدير، يعني كنت يعني معلم، بعدين معاون المدرسة أصبحت مدير، لكن بالإدارة طول تسلسل هرمي 18 سنة. بعدين تحولت إلى الإشراف التربوي. نعم. ثم مدير لقسم تربية الدورة، وبعدها مدير عام لتربية الكرخ الأولى، ثم مدير عام للإشراف التربوي في وزارة التربية. خلينا نحكي على المدرسة اللي أنت كنت مديرها. نعم. دورنا نقارن ما بين الفترة اللي أنت كنت مدير والفترة الحالية، أي فترة أحسن بصراحة؟ سيدتي العزيزة، هي مو فترات. القيادة في أي وقت هي قيادة. صح. إذا كانت في الحال أو في السابق. القيادة إحنا في المنظور العام نقول القيادة بالإمكان يكون إداري. نعم. لكن ما ممكن الإداري يكون قيادي. السبب القيادة شخصية ثابتة أو هي فطرة يعني. نعم. الإدارة تتعلم قراءة وكتابة، نتعلم الإداريات. هذا يمكن أساتذتنا اللي هم في السابق جعلونا قياديين. نعم. في اتخاذ القرار، في السلوكيات، في التحاور، في التزام بالمنهج التربوي. أنا كنت طالب، أعرف حدودي أنه أنا طالب. إضافة لذلك إلى حقي من الأستاذ. صح. حاليا موجودة هذه الحقوق وهالتفاصيل؟ ضعفت هسه يعني. شنو السبب؟ السبب يمكن ولي الأمر كان سبب رئيسي يعني. ولي الأمر يعني دائما ولي الأمر ما ممكن يعني الآباء والأمهات. أكيد، لأنه ولي الأمر الآن كثير من أولياء أمورنا يستنجد بالمدرسة. وإذا ما يستنتج ينطي لابنه الدافع أنه هو ابن الحق مو الأستاذ. نعم. علما الأستاذ هو المادة يدرسها ويعطيها للطالب، ماكو ضرر بها. لكن هل هذا الطالب راح يستوعب، راح ينقل لبيته أو لعائلته أو ولي الأمر يقول له اليوم الأستاذ شرح لنا المادة لكن أني ما كنت منتبه أو ما وصلت لي المادة. مجرد أنه يجي ولي الأمر أنتم اليوم محاسبين ابني، اليوم أنتم بنفرزية، يعني اليوم أنتم يعني أعذار. نعم. ما إجا فد يوم ولي أمر قال إحنا نشكركم أنتم تعبت اليوم ويا ابننا. يجي على الخطأ اللي هو مو خطأ، قد ولي الأمر اعتبره خطأ. ممكن الديمقراطية لها علاقة بالموضوع؟ كل ديمقراطية ما بيها أساس تربوي ما تكون ديمقراطية. زين. الكبير كبير والصغير صغير والحق حق وحشاكم الباطل باطل. زين، شنو رأيك بالناس اللي تفكر تقول لك أنا عندي المدرسة الأهلية أفضل من الحكومية؟ ثق بالله. شنو السبب اللي يخلي عقلية الناس توصل لهذه المرحلة؟ يوم في المدارس الحكومية إعادة الشهر بالمدارس الأهلية. وأعطيش الدليل. في أزمة كورونا. نعم. كان الطالب يداوم لكل مرحلة يداوم يوم. صح؟ ما كان أكو نجاح. يوم واحد كان يداوم، يعني كان الصف الأول مرحلة الأول يداومون يوم الأحد، الاثنين يداومون الصف الثاني. نعم. إذن نرجع نقول يوم بالحكومي عدال، شهر بالأهلي. السبب استثمار مادي يعني. استثمار مادي. صح بها شروط الصحية، بها الصف القليل، لكن ضغط من الأستاذ على الطالب ما موجود. لأنه هذا الطالب إذا أنت ضغط عليه راح ينفر، ينقل على غير المدرسة، قل الاستثمار المالي. صح. بالحكومي لو توفر للأستاذ الإمكانية المالية الصحيحة برواتب جيدة وبصف، يعني رواتب حاليا أكيد ستي العزيزة. إحنا ما دام قلنا أكو تطور، إنترنت تطور. صح. هسه الكهرباء تعتبر يعني جزء من يعني راتبك ده توفره لغير منهاج حياتك. تريد مولد الكهرباء، تريد خط انترنت وما متطلبات حياة الباقية. هل هي كافي لتكون هناك قائد ميداني، قائد تربوي يقود مجموعة من الطلبة بهذا المجال
وبوقت يعني الآن وقتنا صعب. هذا الموبايل أثر علينا كثير، استخدامه بغير صحيح. صح بالفعل. طيب خلينا نرجع لسنين. اذكر لي أشياء كنت أنت عايشها من ناحية التدريس، وأيضا حال المدارس بالسابق عن الوقت الحالي. في السابق احنا بالكواليس كنا نتكلم، حتى أنت تذكر لحد الآن بكتاب القراءة اللي الموجودة، أنا حافظ الأناشيد اللي أناشيد مع الصف الأول صح والثاني والثالث ابتدائي، كل مرحلة لها فد نشيد. الصف صح. الأول هي البلبل الفتان. خلينا نشوف صراحة. أي نعم. حاليا التربية والمدارس ولا بالسابق؟ شوفي الفوارق مو صعبة نوجد فوارق، لكن تطور احنا الآن، بزمن تطور، التطور الآن بس هذا 2000 التطور حديث يعني كلام بسيط عن هذا التطور اللي هو به نوع من السلبية، بإيجابيات، لكن سلبيته الواحدة ب10. كيف؟ هسه من نريد نحل مسألة رياضية أو نطلع في الدرس للقراءة أو للعلوم أو للكيمياء، مو الإنترنت موجود، صح لو لا؟ لكن ضيعنا الخط. بعد بنكتب على السبورة، أهملنا السبورة. نعم. احنا دائما بالامتحانات من نريد نكتب نستذكر الكتاب، يصير عندك دافع، يصير اكو ترابط ذهني بين خطك وبين ذهنك. نعم. لإيجاد حل صحيح لمسألة ما. بالفعل. الآن الخط ضعف، ودليل هسه كثير من طلبتنا بالكلية هو خطه ما يقرأ. ما حلو، صح. بينما عندنا في السابق اللي بالخامس ابتدائي شوف خطك بينما هو خطاء أو رسام، هذا اكو بيهم من الثاني هو خطه حلو، بدأ ينمي خطه. شوف هاي جزئية ضيعت علينا كثير. التطور أخذ منا التركيز في العلم، ما نركز. نعم. طيب هذا الموضوع ممكن له علاقة بالمناهج وتغيير المناهج؟ أكيد. هو شوف المنهج ثابت، يؤخذ المفروض يؤخذ من يعني منهج الصف الأول يؤخذ من معلم الصف الأول. إذا ما يكون داخل في المنهج معلم الصف الأول، المنهج ما يكون متكامل. السبب ليش؟ هو مو ماكو قدرات، عندنا دكاترة، عندنا اساتذة محترمين ينطون هذا المنهج، لكن وين نوقف؟ بطريقة التوصيل. أنا أنطيش العلم أستاذ عن أستاذ متباين. دائما تجي في مراحل ما أنه هذا الأستاذ بالكيمياء نقول أفضل من أبو الإنجليزي. هي مو أفضل ولا طريقة ليش؟ لأن ممكن طريقة إيصال المعلومة هي هاي نعم. اللي تخلي المنهج سهل أو مو سهل. بالفعل. هذا يحتاج لما ندخل أساتذة دورات لهذا المنهج، بس لا ننسى الكتابة على السبورة. جميل جدا. أكيد تم كمل معنا ضيفنا المميز لهذا اليوم والحديث عن وزارة التربية وأيضا حتى باقي التفاصيل. روح لفاصل ومن بعدها راجعين ومستمرين معكم مشاهدينا. حياكم الله. ليش سياسة؟ رجعنا معكم مشاهدينا بحلقاتنا لهذا اليوم بليش سياسة مع ضيفنا الأستاذ ستار عبد عليوي. حياك الله من جديد. الله يحييك ست العزيزة. يلا نرجع لسؤال مهم جدا عن تغيير المناهج. نشوف بين فترة وأخرى أكو تغيير واستحداث لمناهج ممكن تكون صادرة من وزارة التربية. خلينا نحكي، هل يا ترى هذا التغيير بالمناهج أكو من بعد استبيان ممكن يكون دائما بين فترة وأخرى؟ ممكن إحنا نشوف مشرف تربوي يروح للمدرسة، ممكن هنا يكون أكو كونكت ما بين الإدارة والمشرفين والعاملين بوزارة التربية، حتى ممكن إنه يأهلون فترة وأخرى. ممكن تغيير هذه المناهج؟ في الحقيقة وزارة التربية عندها سياسة فيما يخص المناهج التربوية. هناك المديرية العامة للمناهج تعقد اجتماعاتها سنويا أو فصليا فيما يخص المنهج، إذا كان هناك منهج جديد أو تغيير في المنهج. التغيير في المنهج حسب ما موجود من حداثة تطور، يعني أنه هذا المنهج يحتاج أن نكثف به أو نقلل أو نزيد من المعلومة في مراحل أخرى. ممكن سنة وأخرى أكو زيادة على المنهج أو ممكن تقليص المنهج. نعم. هل يا ترى هذا ممكن يأثر على عطاء الطالب أو على تفكيره؟ أكيد هناك يصير بعض التشتت يعني في
للطلبة. إضافة إلى ذلك المدرس الموجود نعم. يعني ماخذ منهاج على هذه أو تدريس على هذه المناهج، بالرغم أنه هو دخل دورة بالمنهج الجديد أكيد يعني، وبإشراف الإشراف التربوي الموجود، لكن التغذية الراجعة أو فيما يقال أنه هل متابعة المنهج هل حقق نتائج، هل هناك استيعاب للطلبة، هو هذا اللي نتحدث عنه أكثر. نعم. لابد أن يكون المنهج الجديد وتطوره يخدم الطالب. لماذا؟ لأن احنا في وزارة التربية نسمى الطالب هو محور العملية التربوية. صح. إذا هذا الطالب ما استفاد من هذا المنهج، لابد أن تكون هناك دراسة ثانية للوصول إلى قناعات أنه هذا المنهج هو الصحيح، وهو في أوج التطور أيضا، مو بس يكون هو صحيح، لابد أن يكون صحيح. الإشراف التربوي هو الحلقة اللي راح يعطي هذه الصفة. كيف زياراتهم، مدى من يدخل المشرف ويزور صف ويشوف الأستاذ يشرح، ومدى تجاوب الطالب يحددها أنه هذا الاستيعاب صح لو لا، ينقلها إلى علما للمديرية مالته، ومن ثم إلى وزارة التربية. أكو شعبة موجودة، شعبة تطوير المناهج موجودة، يوصل لهم هاي المعلومة. هذا ضرورية جدا تكثيفها، لأنه هو تحتاج إلى وقت أطول. ولو كنت أنا في هذه المراحل، المناهج هي يعني جزئين رئيسيين في عمل السياسي. نعم. البنى التحتية والمناهج هي ضرورية جدا. حلو. طيب أكو يعني دا نشوف إحنا أطفال ممكن بالأول أو ثالث ابتدائي تشوفه شايل جنطة 5 كيلوات، ممكن كتب هواي، دفاتر هواية. طيب إحنا شو وقت رح نوصل لمرحلة ممكن توصل وزارة التربية وممكن نستثمر التكنولوجيا والحداثة اللي عندنا من ناحية التدريس الإلكتروني؟ ست الفاضلة، التدريس الإلكتروني يعني هو خطوة جيدة لابد نعم. منه، لكن تأيده؟ مو بكل الأوقات. أكو أوقات تحتاجيه لسرعة المعلومة، لإكمال عمل. نعم. أنا كان عندي مقترح فيما يخص الجنطة، لأن أنا كنت مدير مدرسة، أشوف طالب شايل الجنطة بها كذا، صف أول ابتدائي، بنيته ضعيفة. صح. لو هناك أنشئ كراس يؤخذ من كل مادة، الإنجليزية، اللغة العربية، الإسلامية، العلوم الأخرى. نعم. يؤخذ فصل واحد بهذا الكراس، يشوفين هذا كتاب واحد يلم كل المواد صح. بكتاب واحد. فرقنا 4 كتب يوميا، خففنا بالفعل. من الجنطة. يضاف إلى ذلك يبقى بس الدفتر، مو كل المواد أو الدفتر. ممكن حتى بعض إحنا عادة نشوف بالمدرسة أكو 6 دروس، ممكن واحد من هذه الدروس درس الرياضة، ممكن ماكو استثمار لهذا الدرس وصار مهمش. نعم. نشوفه ياخذه أبو العربي أو الإنجليزي أو الرياضيات. فهنا أيضا يحتاج الطالب هو فسحة لهذه الإبداعات اللي تكون موجودة عنده. طاقة، مو بس إبداعات، طاقة في كل مجالاته، الرياضية أو الفنية تشمل حتى الموسيقى والغناء أو الطرب، يعني تمام لو لا. نعم. الرياضة هي لكل الإنسان موجودها الرياضة، لكن مع الأسف بالذات الدوام الثلاثي لا توجد لا رياضة ولا فنية. نعم. بقية المدارس اللي هي دوامين، نشوف أكثر ما يكون الدرس السادس هو الرياضة أو الفنية، وهذا خطأ كبير جدا. يعني كنت في مدير المدرسة، درس الرياضة يكون موازي للدروس الأخرى، وقد يكون الأهم. لماذا؟ لأنه هذا الطالب بتراكم أو ضغط على دماغه علميا، لابد أن يوجد هناك فسحة حتى لو كانت مجرد برهة بسيطة يعني. طيب لو قارنا المناهج اللي حاليا بالعراق مقارنة بالمناهج اللي بالدول العربية، شنو هي المقارنة؟ أو شنو وجه الاختلاف اللي احنا ما نوضع مقارنة. نعم. نوضع إنسان عراقي مبدع. العراقي هو دائما له عقلية. طيب لو ردنا ممكن نقارنها بالأفضلية، يعني بالمرتبة، إذا طبقت الحداثة نعم بالكامل بصف نموذجي، لا يوجد أحد يسبق العراق. حلو. صدقيني، لأن احنا عندنا أفكار كثيرة، عندنا علوم في أدمغتنا ونوبات. يعني أحدث يعني فد حادثة بسيطة يمكن أنا مرت بها، قد أكون أطول في البرنامج مالكم.
نعم تفضل. كنت دائما أقول للطالب القلم والمساحة والمقطاط والمسطرة أريد على الرحلة أشوفهم بعيني، ما أريد تطلب من هذا ومن هذا. بس حسيت أحد الطلبة نعم يعني إنه يعني ما جايب مسطرة، فقمت أفد يعني أباوع. إيش سوى هو؟ عنده قلم ثاني، أخذ ورقة لف عليه وخطط مثل المسطرة. هذا معناها الحاجة أم الاختراع. صح. فكر شوي سوى مسطرة. بالفعل إذن إحنا عندنا الإبداع، طالبنا موجود. عنده الإبداع. مم. إيش وقت يظهر الإبداع؟ قد ما تكون هناك بنى أو أجواء دراسية كاملة ملائمة تكون. طيب أحيانا المعلم رجل سياسة، صح؟ نعم. ويحتاج للحكمة والصبر والتعامل مع الطلبة. خلينا نحكي عن هذا الجانب لكن باختصار. ممكن بعض الأهالي اللي يشكون من المعلمين، وبعض الآخر اللي ممكن الطالب هو اللي يكون بهاي المساحة يكون مشاغب، خلينا نقول. طيب هنا شلون كيفية التعامل الحقيقي مع الطلبة، خصوصا الطالب العراقي؟ هي سياسة ثابتة في كل مجالات حياتنا. نعم. بالذات المعلم شلون يقرأ عن طالب ما ترد علمك. إضافة إلى ذلك أنه هذا المعلم أكيد هو ابن هاي المنطقة أو في أي مكان آخر يصادف كثير من أولياء الأمور. نعم. كيف يقنع أنه ابنك لازم يتعلم وأنا الصحيح يعني أنا المعلم؟ دخلنا بسياسة، سياستنا تثبت ثابتة في كل محاورنا، شلون نكون بالطريق الصحيح. وهذا يعني واجبنا ضروري ندخل بالسياسة شئنا ما أبينا. وأنا أشجع كل معلم يكون هو له دور سياسي بصراحة. طيب في حال قررت يوم من الأيام تدخل لعالم السياسة، شنو أول شيء ممكن تعمل عليه حتى يكون مستوى التعليم بالعراق يضاهي مستوى التعليم في باقي الدول؟ بما أنه أنا معلم ومارست التعليم وكنت يعني مراحل إلى أن وصلت بتسلسل، فأقود مؤسسة تربوية وحقق نجاحات كبيرة. أولها أو يعني ضروري هذا من الأولويات يعني. إضافة إلى أخرى الشباب، أهتم بفئة الشباب. طيب. ثالثة الصحة. جميل جدا. بكلمة حابة تقدمها لكل السادة المشاهدين؟ يعني أنا تمنيت يكون عندي وقت أكثر حتى نتكلم اليوم بجانب مهم من حياتنا ألا وهو جانب التربية. بكلمة حابة تقدمها لكل السادة المشاهدين؟ في الحقيقة احنا ما دام دخلنا في هذه الأجواء نعم. نقول السياسية أو يعني لو أخذنا جزء بسيط، أنت لمن تعمل؟ أنت كولي أمر. نعم. لابنك وبنتك. أكيد. صح لو لا؟ صح. فلا بد أن أهتم بهم بإيجاد وسائل راحة والتعليم ولي حتى أوصل لأبنائي. أنا العمر تقدم، الباقي لأولادنا. نعم. نهتم فيهم عن طريق من؟ مدارسهم وتعليمهم. إذن العراق دائما أولا طبعا. وإحنا كنا نعمل من أجل خدمة العراق لأنه العراق عظيم. صح؟ إن شاء الله عظيم بناسه وأهله الطيبين إن شاء الله. شكرا لك أستاذ ستار عبد عليوي محمود، كنت معنا ضيف مميز لهذا اليوم بليش السياسة. شكرا لكم هذا البرنامج اللطيف، وشكرا لكل القائمين على هذا العمل. حياك الله. نعم. إذن مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش سياسة. انتظرونا بحلقات أخرى. مع السلامة. ليش سياسة؟